السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في قناة أكاديمية عواد. النهاردة قفل المؤشر على 19360 نقطة بصعود 1.25%. قيمة التداول مليار و600 مليون. عدد الأسهم 232 سهم بصعود 149 وهبوط 52 سهم. ترتيب الأسهم من حيث قيم التداول: أول سهم معانا التجاري 245 مليون، بعد كده بلتون 111 مليون، بعد كده مصر الجديدة 100 مليون، بعد كده المشروعات الصناعية والهندسية 67 مليون، بعد كده سهم حديد عز 52 مليون. ترتيب القطاعات من حيث الحصة السوقية: أول قطاع العقارات 17%، بعد كده البنوك 16%، بعد كده الخدمات المالية 13%، بعد كده التشييد ومواد البناء 7%، بعد كده الأغذية والمشروبات 7%. النهاردة المصريين المؤسسات والعرب أفراد ومؤسسات والأجانب أفراد كانوا شراء، أما المصريين الأفراد والأجانب المؤسسات كانوا بيع. أنا حابب أتكلم النهاردة على 4 أسباب مهمة جدا جدا بتؤدي إلى خسارة معظم الناس في البورصة المصرية. يعني الكلام ده برضو ينطبق على كثير من المبتدئين. لازم ياخدوا بالهم من ال4 حاجات دول، ولازم عشان خاطر يستمروا في البورصة المصرية ويربحوا ويكسبوا من البورصة المصرية لازم يشتغلوا على ال4 حاجات دول. أول حاجة الطمع ده بيؤدي إلى خسارة كبيرة في البورصة المصرية. الطمع وتحقيق ربح سريع في وقت قصير، بمعنى ان انا معايا مبلغ معين عايز اضبل المبلغ دوت واكسب 100% و200% في وقت قصير جدا. طبعا الكلام ده غير منطقي، والكلام ده مش موجود في البورصة المصرية او اي سوق مال عموما. لازم حضرتك تصبر على السهم بتاعك، ولازم ما يكونش عندك طمع. تاني شيء هو الجري وراء الأسهم، بمعنى ان انا مثلا شفت سهم طالع 10% 20% فاروح شاريه. اكيد طبعا لازم حضرتك تخسر، لان انت اشتريت السهم بالغالي. يعني حضرتك ما اشتريتش السهم وهو لسه محدش كان بيتكلم عليه، لسه هو في مرحلة التجميع. اشتريته بعد ما خلاص السهم طلعته وخلاص طلع 10% 20%. فأكيد حضرتك لما تشتري السهم في التوقيت ده أكيد السهم بعديها هيصحح، فأكيد هينزل قيمة السهم وقيمة فلوس حضرتك، فأكيد هتبيع بخسارة. فأرجو من حضرتك عشان خاطر تكسب في البورصة المصرية ان انت ما تجريش ورا الأسهم. ما تسمعش ان في سهم والله طلع 10 أو 20% فتقوم شاريه. لازم حضرتك تشتري السهم قبل ما يطلع الطلعة بتاعته، وتتوقع ان السهم ده في يوم من الايام هيفور وهيبقى اكتر من 10% او 20%. فلازم تختار التوقيت المناسب عشان خاطر ما تخسرش. تالت شيء وهو عدم دراسة السهم، بمعنى حضرتك ان انت بتشتري سهم وانت ما تعرفش الشركة دي خسرانة او كسبانة، ما تعرفش الشركة دي عندها اكتتاب او عندها توزيع اسهم مجانية. لازم حضرتك قبل ما تشتري سهم لازم تعرف الشركة دي بتكسب ولا بتخسر. لازم تقرأ الاخبار اللي على السهم ده قبل ما تشتري اي سهم. رابع حاجة حضرتك لازم يكون ليك استراتيجية معينة. معظم الناس اللي بتخسر في البورصة المصرية ما بيكونش عندها استراتيجية. لازم حضرتك يبقى في استراتيجية معينة انت بتشتغل عليها، بمعنى ان انت حضرتك لو بتشتغل يومي يبقى انت لازم يكون في حد ليه ايقاف الخسائر. لو انت حضرتك بتشتغل في سهم استثماري يبقى لازم حضرتك تصبر على السهم. فلازم يكون ليك استراتيجية معينة تشتغل بيها. وملخص الكلام اللي انا ذكرته من شوية
ان انت حضرتك لازم تسأل كويس جدا 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 قبل ما تشتري في اي سهم. لازم تطبق ايه الاربع حاجات اللي انا ذكرتها من شوية. لازم تشتغل على نفسك، ولازم تذاكر السهم بتاعك، لازم يكون عندك انضباط، ما تجريش ورا الاسهم، لازم حضرتك ما يبقاش عندك طمع، ولازم يكون عندك صبر. ده كان الفيديو النهاردة، واتمنى يكون الفيديو عجب حضراتكم. اتمنى الناس الجديدة او المبتدئة معانا في البورصة المصرية تستفيد من هذا الفيديو. بس ده كان الفيديو بتاع النهاردة بتاريخ 13/9/2023. اسيب لحضراتكم لينك جروب الفيسبوك وجروب الواتساب، واتمنى من حضراتكم الاشتراك في قناة اكاديمية عواد، وشكرا جدا لحضراتكم.